بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو غريب شوية، مش غريب، الموضوع عادي، لكن طريقة تقديمه لحضراتكم وانا سايق ديت عشان يعني بنغيره بس الوضع شوية، مش وضع مكتبي ونفس الطريقة التقليدية. النهارده هناك 6 مواد او 6 عوامل او 6 مبادئ او 6 رولز مهمة جدا في عملية الغوص. أهمها عدم الغوص منفردا. يبقى رقم واحد عدم الغوص منفردا. كل المراجع العلمية في الست مبادئ اللي أنا هقولها دي موجود فيها أبحاث علمية أو ماجستير أو دكتوراه أو كتب أو مؤلفات أو على الإنترنت، هتلاقوا هذا الموضوع، بس أنا هشرحه لكم. رقم واحد عدم الغوص منفردا. رقم اتنين تجنب تعاطي أو الناس تاخد عقاقير معينة قبل الغطسة، خاصة أو حتى المشروبات الكحولية وما إلى ذلك، وأنتم عارفين إن في أجانب بتنزل، يبقى تنبه على هذا الموضوع قبل الغطسة. نمرة 3 مهمة هي الدراية الكافية والكاملة بمكان الغطسة. أنت النهاردة هتغطس في مكان لازم تبقى عارف 3 حاجات مهمة فيه: اتجاه الكرنت هو اتجاه التيار، وطبيعة المكان بالنسبة للبيئة الجيولوجية اللي هي القاع والأرضيات بتاعته، والبيئة البحرية الموجودة في هذا المكان. نمرة 4 حضراتكم مهم جدا هي معادلة الضغوط. يعني ايه معادلة الضغوط؟ يبقى انت عارف ازاي تعادل الضغوط الخاصة الموجودة في الماسك عشان عدم وجود جحوظ للعينين، وعدم وجود آلام أو ثقب لطبلة الأذن، أو مشاكل تخص الرئتين والتهاب الرئة وثقب الرئة وما إلى ذلك، مش عايز أخوف الناس، أو انضغاط للهواء وانفجار للأوعية الدموية الموجودة هنا. ده حتى في عندنا في معروف إن لما تيجي تعطس تقول الحمد لله، لأنك ربنا أراد إن أنت تقدر تتكلم تاني، لأن في العطسة دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حمانا إن يحدث انفجار للأوعية الدموية اللي هي موجودة في الجيوب الأنفية. يبقى رقم 5 بقى مع حضراتكم تجنب الصعود للأماكن العالية أو الطيران. ليه تجنبها؟ مش هنقول لك ما توقفش توقف طيران ان انت ما تسافرش، لا، حضرتك لها رولز معينه، وهي حضرتك لازم تبقى عارف من 18 ل 24 ساعه بعد الغطسات تقدر تسافر، من 18 ل 24 ساعه. بعد كده النقطه رقم 6 وهي تجنب الصعود السريع. تجنب الصعود السريع يا حضرات احنا حددناها، او العلم وكل العاملين بهذا المجال، 15 ثانيه، 15 سنتيمتر في الثانيه الواحده. يعني وانت طالع ما تتعداش البابلز اللي بتطلع من الريجليتور، اللي هو في القطعه الفميه، الفقاعات اللي بتطلع دي ما تسبقهاش، اصغر فقاعه ما تسبقهاش. حددوها العلماء والعاملين بهذا المجال وذوي الخبره انها نسبه لكل 15 سنتيمتر نسبه سرعه صعودك بواحد ثانيه، 1 ثانيه. نقطة مهمة في الرولز والناس تبقى عارفاها، وهي تجنب انخفاض درجات الحرارة والوصول بالغواص للبرودة الشديدة، لأن حضراتكم بتعمل مشاكل رئوية، أنا آسف، بتعمل مشاكل نفسية، والتوتر ده والبرد ده بيعمل ليك توتر وبيعمل مشاكل ذهنية. المشاكل الذهنية جعلتنا نحل هذه القاعدة، أنك تنزل مجموعات، ويفضل عند شعور بالبرد الشديد توقف الغطسة وتنهي الغطسة بتاعتك. يا رب نكون أوفيت للرولز الخاصة بأفضل أو أهم 6 قواعد خاصة بالغوص. شكرا لحضراتكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. وبالمناسبة هنتكلم في الفيديو اللي جاي في عجالة برضه وأنا سايق عن الموضوعات الخاصة بالفيزياء، عشان الناس اللي بتقول ان الناس اللي بتنزل فيديوهات وتقول، وانا يمكن يقصدوني لو بتقراها او بتقولها للناس كده، لا، ده الحمد لله زي ما بيقولوا هو صحيح العلم في الراس مش في الكراس. هنقول لحضراتكم الفيديو القادم وانا سايق برضه في هذا الطريق ان شاء الله. احنا الحين قد غطسه هنتكلم معاكم عن اهم ما تعرفه في الغوص بالنسبه للناحيه الفيزيائيه، علاقه الفيزياء بالغوص، واهم قواعد. وهنبدا بقاعده اسمها قاعده باسكال، وراها ارشميدس، وراها بويل. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي باذن الله.